مساء الخير عليكم يا احلى كسيبه في الدنيا، في حلقه جديده من برنامج الكسيب والبودكاست اللي متعودين عليه. كل شويه تلاقينا كده عمالين نغير اللوك بتاعنا لحد ما نوصل لاحسن شكل يعجبكم واحسن ديكوريشن واحسن ستايل يتناسب مع قيمتكم، مش قيمتي انا، قيمتكم انتوا. لان كل اللي احنا بنعمله ده هدفه ان احنا نوصل بيكوا لأعلى أنواع من العلم والرقي الفكري والغنى الفكري. فعشان كده طول الوقت بنطور وبنغير علشان نوصل لأفضل شيء ممكن. النهاردة هكلمكم عن موضوع ممكن يكون شاغل دماغ معظم شباب العالم العربي، موضوع كل الناس دايما تقعد تسأل عليه وشاغل دماغها وبيقعد تفكروا فيه طول الوقت، ومش عارفين هم الموضوع ده هل هو أصلح لهم ولا هل هيضرهم. السؤال هنا هو ايه الموضوع؟ الموضوع هو اتجوز ولا لا؟ سؤال صعب، وسؤال تفاصيله كتيرة، واجابته لازم تبقى متقسمة لاجزاء كتيرة جدا. في منها جزء ديني وجزء دنيوي وجزء مربوط بحلمك وهدفك وجزء مربوط بتخطيطك مع شريك حياتك. حاجات كتير ممكن نحاول نختصرها النهاردة في الحلقة، ومش هقول لكم الأصلح لكم تتجوزوا ولا لأ في آخر الحلقة، ولكن هسيب لكم انتوا الإجابة وتردوا عليا بيها وتكتبوها لي في الكومنتات. هل انتوا شايفين ان المرحلة اللي انت فيها دي أنسب فيها الجواز ولا مش أنسب فيها الجواز؟ وعند أني مرحلة شايفين بعد الكلام اللي هقوله هيكون السن المناسب للزواج؟ يلا بينا نبدأ. أولا خلينا نبدأ من الجانب الديني اللي ربنا كلمنا عنه. ربنا قال لنا من استطاع منكم الباء فليتزوج. يعني ايه؟ يعني من كان في استطاعته الانفاق وجني الاموال وانه يكون مسؤول عن اسرة ماديا هو اللي يقدر يتجوز. طيب ده موضوع يعني ربنا ابتداه بشيء كبير جدا. ما قالش من استطاع منكم الحنان فليتزوج، من استطاع منكم الحب فليتزوج، من استطاع منكم الإنجاب فليتزوج. لا، ربنا قال من استطاع منكم الباء فليتزوج. معناها انه القدرة على الانفاق هي اهم شيء في معايير الجواز، اهم شيء هتاخد عليه قرارك في الزواج حتى من الناحية الدينية. طيب ليه ربنا خلى القوامة دايما على الرجل بما أنفقه؟ لأنه الرجل هو المسؤول عن الإنفاق الأول والأخير، هو اللي مسؤول عن أسرته، عن زوجته وأولاده وعن أهله لو هم غير قادرين ماديا، هو اللي مسؤول إنه يحقق لهم كل رغباتهم على قد ما ربنا اداله من رزق. فبالتالي المسؤولية في الإنفاق هي على الرجل. فلذلك ما تفكرش في الدين بيقولك ما تفكرش تتجوز غير لو عندك المقدرة انك تنفق وتغطي المسؤولية المادية اللي عليك. طيب ده كده كلام ربنا عن الحتة الأساسية، مين اللي يقدر يتجوز وتتجوز امتى. طيب ده هيرد لنا بقى على سؤال مهم جدا، وهو سؤال دنيوي. ناس كتير بلاقيها بتبعت وبتسأل طيب انا عايز اعف نفسي، انا عايز ابقى برضو حرام ان انا عايز اتجوز عشان ما ابصش لحد وابقى كافي نفسي واحتياجاتي وواحدة تونسني وتشجعني. كل الكلام ده جميل جدا وفعلا مطلوب وفعلا صح، ولكن امتى تعمل كده؟ ده السؤال الاهم. انك لو عملت كده في وقت غلط او في سن بدري قوي انت ما عندكش المقدرة انك تتحمل فيه مسؤولية واحدة، انت هتبهدل نفسك وهتدمر مستقبلك وهتدمرها هي معاك، وفي نفس الوقت هيبقى حبك ليها وحبها ليك ده هيتحول لجحيم، لانك لا هتعرف تستوفى احتياجاتها ولا هي هتحس انك واقف جنبها وعلى طول مضغوط لانك غير قادر على ان انت تنفق بأريحية وانك تعيش حياة سعيدة، ولكن هتعيش تحت ضغط مادي كبير جدا هيأثر على حياتك المشاعرية وعلى علاقتك بزوجتك. فلذلك لازم كلنا نحط في دماغنا أولويات. يعني ايه أولويات؟ الحياة أولويات، كل واحد بيقسم الأولويات طبقا للي شايفه من وجهة نظره هيفيده أو هيحقق له النجاح. طيب يا ترى ايه أولويات الشباب في السن الصغير؟ أولوياته انه يخلق لنفسه مستقبل وهدف وحلم ويخطو خطوة خطوة
علشان يحقق بيها هدفه ده. طب هل الزواج هدف؟ لا طبعا، الزواج ليس هدف. الزواج هو احتياج للإنسان ربنا خلقه بيه، سواء احتياج جنسي أو احتياج معنوي في مشاركة مع حد، أو احتياج مادي من الزوجة إنها حد ينفق عليها ويكون مسؤول عنها. مجموعة احتياجات بنكمل بيها بعض. طيب امتى نكمل بيها بعض؟ لما نغطي أولوياتنا واحتياجاتنا. لأنك لما تتجوز في سن صح، انت رتبت فيه اولوياتك بشكل مظبوط، هتلاقي الزواج ده اصبح تجربة ناجحة، تجربة بدون عذاب، تجربة محسوب حساب كل حاجة فيها بطريقة صحيحة. طيب يا ترى ايه هي الاولويات اللي اقسم بيها حياتي؟ انت دخلت المدرسة، بعد كده دخلت الجامعة، وانت دخلت المدرسة وبعد كده دخلت الجامعة. بعد كده هدف اي انسان ايه؟ هدف اي انسان انه ينجح، انه يحقق خطوات في حياته توصله بعد كده انه لما يخلق اجيال من بعده، الاجيال دي تطلع افضل منه. لو اتولدت في اسرة فقيرة، خلي اسرة غنية تطلع منك. طيب ازاي الاسرة الغنية هتطلع منك وانت بتتجوز في سن صغير ومش قادر لا تصرف على نفسك ولا على مراتك ولا على عيالك اللي جبتهم وبهدلت كل الناس معاك عشان بس ترضي رغبتك الجنسية؟ الموضوع عايز اقولك انه مدمر، فلذلك لازم نفكر فيه بأبعاد مختلفة شوية. ما عنديش مشكلة انك تحب، ما عنديش مشكلة انك ترتبط، ما عنديش مشكلة بأي حاجة، لكن عندي مشكلة ان الحاجات دي انها تكون السبب في انه يضيع لك مستقبلك. ليه يضيع لك مستقبلك؟ لانك مش هتقدر توازي ما بين كل حاجة في نفس الوقت، مش هتقدر تعمل بالانس مظبوط ما بين كل الامور اللي بترغب فيها بطريقة صحيحة. دايما هتلاقي في مشكلة في التوازن ما بين الامور وبعضها. دايما هتلاقي في مشكلة في انك ازاي تركز في شغلك وتحقيقك لحلمك وهدفك، وازاي تركز مع زوجتك واولادك. صعب البالانس ده في اول حياتك، ولكن لما تبتدي تعلى في المراتب وتبتدي تزداد خبرة وتزداد دخل ازيد وتخلق مصادر دخل اخرى وتزداد خبرة وحنكة، هتلاقي نفسك حياتك بقت اسهل، عارف تديرها بطريقة سلسة اكتر، لانك بقى عندك من الوعي والادراك والقدرات المادية والقدرات العقلية اللي تخليك تعرف توازن ما بين كل الامور دي. لازم نفكر كويس جدا في ان الحياة قرارات، وقرارنا في الزواج هو قرار مصيري، قرار ممكن يضيع مستقبل اجيال واسرة كاملة، وممكن يطلع افضل اسرة ممكنة واجيال تطلع يعني العالم كله يشكر فيهم ويكونوا من افضل الناس في العالم. طبعا رزق ربنا وقدر ربنا موجود في كل حاجة، ولكن علينا ان احنا ناخد بالاسباب. ربنا قال لكم خدوا بالاسباب. خدوا بالاسباب يعني لازم تعرف انت اللي بتعمله ده بتسعى له، النقاط اللي ماشي عليها، وتحاول ان انت تحقق المطلوب علشان توصل بيه لحلمك وهدفك، توصل بيه للغاية اللي انت بتبحث عنها. بنلاقي الشاب من الشباب بيقعد 10-15 سنة بعد ما يتخرج من الجامعة قاعد بيشتغل ويحوش علشان يعرف يشتري شقة ويجيب عربية صغيرة ويجيب شوية تشطيبات ويعمل فرح ويجيب شبكة ويدفع مؤخر ومقدم وكل الحاجات دي كلها وفستان العروسة والمعازيم والأكل والشرب، وهو ده بيكون بيوازي 10 سنين من مجهوده. طيب يرضيكوا بذمتكوا انه يكون التعب ده كله والسنين دي كلها يخلص في يوم او يومين او شهر او سنة بعد عذاب 10 سنين، بدل ما يكون هو البذرة اللي تعرف بيها تبني حياتك وتحقق نجاحاتك؟ ما اعتقدش ان هو ده الهدف، ما اعتقدش ان هو ده الحل. يا ترى المشكلة دي ليه؟ هل المشكلة دي بسبب ان دخل الناس قليل؟ لا، المشكلة دي بترجع لثقافة المجتمع اللي احنا فيه، الثقافة اللي احنا عايشين فيها. احنا كمجتمعات عربية بنعتبر ان المرأة هي يعني بتتجوزها بفلوس. يعني خلينا نكون صراحة، الواحد مننا لو اتجوز واحدة أجنبية بياخدها من بيتها بشنطة هدومها، بيقعدوا في شقة إيجار، بياخد يعني أبسط حاجة في الحياة هي بتوافق عليها، مش عشان هي فاشلة ولا عشان هي ملهاش قيمة، لا، عشان هي ثقافتهم كده، عشان هم الغرب بيفكروا كده، وعشان كده وصلوا ان هم بقوا الغرب، لانه ما بيخلوش الراجل يضيع كل فلوسه في ان هو يضيعها في شوية فانتازيا على الناس وشوية شقة وتشطيبها وشوية عفش وشوية فرح وشوية مش عارف ايه، حاجات كلها لن تؤدي الى شيء وهتختفي وهنتفرج عليها في شريط فيديو مرتين 3 وبعد كده خلاص انتهت. فانتهت فلوسي وانتهت المتعة الوقتية اللي انا عشت فيها. هم بره بقى بيعملوا ايه؟
سيبكم من اي حاجه حرام بيعملوها، خلينا نتكلم على الحاجات الصح اللي بتتعمل. بيبسطوا الحياه، بيخلوا الحياه سهله وسلسه. راجل وست عاوزين يرتبطوا ويتجوزوا، بيروحوا يأجروا شقه هما الاتنين، يجيبوا فرش بسيط جدا من اي حته، يعملوا تجمع اسري كده في اقرب الناس ليهم في مكان على الطبيعه، ياكلوا في حاجه مع بعض ويرقصوا شويه باقل مصاريف ممكنه، وبعدين هما الاتنين بيساهموا في ان الاسره دي تكبر وتنجح وتتحسن. مشكلتنا في مجتمعاتنا العربيه اننا بنعقد الامور قوي لدرجه ان نخليها مستحيله. ستاتنا هما قيمتهم فوق راسنا، ستاتنا يتقلوا بالذهب، ولكن الناس والحياه بقت صعبه، ظروف الناس بقت صعبه ومعقده. لذلك قرار الزواج بقى قرار صعب جدا على كل راجل، قرار محتاج وقوف من كل أسرة لكل بنت في العالم العربي. محتاجين نقف جنب الرجالة، محتاجين نساندهم، نفهم ان هم بيمروا بأعباء كبيرة جدا، مش قادرين يحققوا كل رغبات وأحلام اللي انت عايز تعملها لبنتك عن طريق الزوج اللي هيتزوجها. الموضوع مش بالسلاسة دي. كل ما بقينا أبسط، كل ما طلباتنا بقت أبسط، كل ما احتياجاتنا بقت أقل، كل ما عشنا في سعادة أكتر. لأن اللي بيعقد الحياة هو إن أنت بترغب في أشياء صعب جدا تحقيقها، فبالتالي بتزود على نفسك الضغط النفسي والضغط المعنوي. عشان كده بتلاقي صعوبة في الحياة، بتبقى نفسك الأرض تتشق وتبلعك علشان أنت تفضل خاطب واحدة 11 سنة مش عارف تتجوزها، عشان أهلها طالبين شقة ملك وتشطيب بشكل معين وفرش بشكل معين. دمرتوا حياة الولد والبنت دول، دمرتوا حلم الولد انه يكون اسرة، لان تكوين الاسرة اصبح مستحيل. انتوا صعبتوا الحياة عليه، خليتوا الحياة مستحيل انها تتحقق. ولما بيتعب ويشتغل بالسنين بيضيع تعبه ومجهوده على شوية استعراض على الناس، على شوية حاجات محدش هياخدها معاه في القبر. ولكن الحاجات دي مش هتكون أسرة سعيدة. اللي هيكون أسرة سعيدة إن يكون في توافق ما بين الراجل والست، وإن يكون في تفهم لظروف الراجل والست، وإن يكون في دعم من الست للراجل والعكس صحيح، وإن الست تكون مصدر الحنان والرأفة بالرجل وتسنده في ظهره عشان يوصل لتحقيق حلمه وأهدافه. ما تبقاش هي العبء اللي عليه، ما تبقاش هي اللي بتسبب له المشاكل. الزوجة مطلوب منها انها تكون سند وظهر الراجل. كونها حطت نفسها في نفس المستوى بتاع الرجل الفكري والمادي والمعنوي وكل شيء، فقدت انوثتها، فقدت المعنى والقيمة اللي ربنا خلقها عشانها. ربنا خلقها من ضلع آدم، ما خلقهاش من طينة تانية لوحدها وخلى الملائكة تسجد لها، عشان هي خلقها تكون ليه سند وعون. والسند ده معناها انها تقف في ظهره وما تحطلوش ند بند، ولا تقف معاه بانها تعنده في كل شيء. المرأة خلقت لكي تسند الرجل وتطيعه. المرأة خلقت علشان تقدر تطيع جوزها وتسنده وتدعمه وتطيع ربنا وتخلق ذرية صالحة، ذرية أجيال يطلع من بعدها تبقى هي ده تعبها وشقاها، انها خلقت أجيال هيحسنوا من الدنيا، هيكونوا مطيعين لربنا، هيكونوا بيتقوا ربنا في كل حاجة بيعملوها، هيكونوا صالحين، هيكونوا متعلمين. ده دور كبير قوي على فكرة. ده دور يعني لو الستات استوعبته هتعرف ان هو عامل زي رئاسة الجمهورية، حاجة كبيرة جدا، حاجة فوق ما عقلكم يتخيلها. ما تستقلوش بالدور الأمومة أو الزوجة أو كونك واحدة سند لزوجك ومديرة لبيتك، وإزاي بتعرفي تخلقي إدارة ناجحة جوه منظومة الأسرة اللي ربنا خلقكم عشان تكونوها. اللي مدمر المجتمعات دلوقتي ان الستات بقت عامله حاجه اسمها الفيمينيزم، او ازاي ابقى متساويه مع الراجل فكريا والاندماج في المجتمع والشغل والمسؤوليه، ومفيش حاجه اسمها هو يفرض رايه عليا ولا ان انا اسمع كلامه ولا مش عارف ايه. كل دي افكار بتدمر الزواج، بتدمر الانوثه، بتدمر كونك ست. الراجل راجل والست ست، واللي يقول غير كده ملوش مكان في الدنيا الإسلامية اللي ربنا خلقنا عليها. لأنه كل واحد ربنا خلقه الهدف، كل مخلوق في الدنيا مخلوق الهدف، كل مخلوق ربنا خلقه مخلوق عشان يخدم مخلوق آخر. عشان كده هي دي دورة الكون والحياة. والست عليها تخدم زوجها وأولادها وتطيع ربها، والرجل عليه إن هو يدعم زوجته وولاده ماديا ومعنويا
وجسديا ونفسيا وكل شيء. كل واحد بيقوم بدوره، لانه لو كل واحد قام بدور التاني وابتدى يقارن نفسه بغيره هيحصل خلل في التكوين المجتمعي، فبالتالي المجتمع هيبوظ، فبالتالي هنوصل لنتيجة تماما هتدمر مجتمعاتنا وتخلينا مجتمعات رجعية اكتر من ما احنا عليها. اللي خلى المجتمعات الغربية تتطور وتنجح هي ان هم فهموا قيمة ومسؤولية كل شخص، وحتى الستات اللي بقت بتشتغل زيها زي الراجل وعندها مسؤولية فاهمة ازاي تتعامل مع الرجل، فاهمة ازاي تكون مطيعة ليه، فاهمة ازاي أهمية الراجل. عشان كده تلاقي الستات الأجانب لما بيتجوزوا واحد عربي بيكونوا يعني نفسهم يعملوا له أي حاجة، لأن هم عندهم انطباع إن الرجل الشرقي بيحب الست اللي تطيعه، بتحب الست اللي تدعمه، فحتى لو هي بتشتغل بتكون له ست، بتكون له بدون عند، بدون إنها تكون عبء على حياته، بالعكس بتحاول تسنده دايما. وفي ستات عربيات كتير برضو كده، ولكن حابين نغير من ثقافة إن الست عايزة تحس إنها راجل، والاهالي يربوا بناتهم على ان هم يطلعوا رجاله. احنا مش عايزين تربي بناتنا على انها تطلع رجاله، احنا عايزين بناتنا تطلع في قمه الانوثه وفاهمه ربنا طالب منها ايه عشان تكون اسره سعيده، فاهمه ربنا طالب منها ايه عشان تخلق اسره ناجحه وتخلق ذريه صالحه وذريه ناجحه تطلع متعلمه وفاهمه يعني ايه طاعه ربك، تفهم يعني ايه تدعم زوجها، تفهم يعني ايه تقف مع جوزها في وسط المشاكل وفي وسط الازمات، تعرف يعني ايه تكون مصدر البهجة على وش جوزها لما يرجع من الشغل. والراجل يتعلم كويس ازاي يبقى مش بخيل، ازاي يبقى قمة الكرم مع اسرته ومراته وولاده، يتعلم ازاي يتفهم زوجته في وقت مشاكلها وظروفها الصعبة ونفسيتها اللي مش كويسة او تكون مش مستريحة، يتعلم ازاي يكون سند وظهر واب وابن وزوج وكل صديق وكل حاجة لمراته، ما تبقاش هي اخر حاجة في حياته. ولو كل واحد فهم القيم دي هنخلق أسرة ناجحة، هنخلق زواج سعيد. ولو الأهالي فهموا إن الزواج ده شيء بسيط نقدر نبسطه على الولاد والبنات علشان يحققوا بيه دعم في الحياة، الزواج مش هيكون صعب، الزواج هيكون شيء سهل، بل بالعكس هيضيف للطرفين ويحسن لهم وينجحهم في حياتهم. يا رب تكونوا فهمتوا المغزى من الموضوع، فهمتوا الزواج ازاي، امتى اتجوز وايه مكوناته. يا رب تكونوا فهمتوا دور الزوج ودور الزوجة، اهمية كل واحد فيهم في تكوين الاسرة، وما ينفعش حد يتعدى على حدود التاني، وفي نفس الوقت كل واحد يعرف مكانه فين. بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في حياتكم، وان شاء الله تكونوا عرفتوا تاخدوا قرار صائب فاتجوز ولا ما اتجوزش، واتجوز امتى، عشان ده قرار مهم جدا هيفرق معاكم في حياتكم لدرجة كبيرة قوي. لو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتكتبوا لي كومنتات تحت عاوزين تعرفوا ايه في الحلقات الجاية او ايه المواضيع اللي عاوزين نتكلم عنها، وعايز اسمع رأيكم في الحلقة بتاعت النهاردة. انت قررت تتجوز ولا ما تتجوزش، وهتتجوز امتى؟ ربنا معاكم يا رب.